يعني أنا باخد من كلام حضرتك فكرة الوعي، وإحنا بنتكلم على أوقات صعبة جدا في هذه الأيام. أعتقد محتاج إنسان عاداته وتقاليده اختلفت، طبعا بقى فاهم إن ليه دور، بقى عارف إن إحنا في حالة حرب وإن لم تكن في أسلحة بتظهر على الساحة، يبقى فاهم وعنده الخلفية اللي تخليه هو بينتبه لكل كلمة ولكل ما يشاهده أو يسمعه أو كل ما يقال إليه. تمام. هو طيب خلينا نعود كده لفترة زمنية قديمة في الستينيات والسبعينيات. كان المواطن المصري على درجة وعي أعلى برغم أنه كانت التكنولوجيا اللي موجودة وقتها قليلة. أيوة، بس كانت الحياة أبسط. كان الراجل البسيط اللي قاعد في الشارع اللي ممكن في بعض الأحيان ما يعرفش يقرأ ويكتب يروح يشتري الجورنال ويدور على حد يقرأ له عشان يقول له إيه؟ يقول له عايز أعرف أخبار الدنيا إيه. طيب الراجل اللي كان موجود في محله إنه يفتح محله ويفتح يسمع قرآن كريم ثم ينتقل إلى إذاعة الأخبار ويسمع الأخبار ويسمع الدنيا فيها إيه، وكان عنده حس فني وثقافي جميل جدا. نعم. يسمع مسلسلات ويسمع